السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هعمل معاكم النهاردة الفطير المشلتت كده على الطاسة. اسرع فطير ممكن تعمليه، مفهوش بقى فرد ولا وجع قلب خالص، كده حاجة كده سهلة وبسيطة خالص. تابعي معايا الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو لايك وشير للفيديو، اشتركي معايا في القناة عشان يوصلك كل جديد مني. بصوا بقى لونه تحفة ازاي. مكوناته ايه بقى؟ معايا دقيق وملح وسكر وميه بس. حطيت معلقتين من السكر على كيلو الدقيق ونص معلقه من الملح، وهبتدي بقى اعجن بميه فتره عادي من الحنفيه. بدلق كده شويه بشويه وبعجن يا بنات. ما تدلقيش مره واحده الميه، علشان في دقيق بيشرب الميه وفي دقيق ما بيشربش. فواحده واحده كده. وتعالي بقى يلي ما عندكيش عجان، نعجن على ايدينا كده بطريقة سهلة كده وبسيطة خالص. بصوا هندلق كده المية شوية بشوية ونبتدي نعجن. كل ما بخلط حبة المية كده برجع تاني واصب مية تاني واعجن تاني لحد ما احس ان العجينة بتاعتي طرية كده في ايدي كده خالص وما بتلزقش. بصوا يا بنات بقى، انا هكملها كده على المفرش بعجن فيها اهو. وهبتدي برضو هحط مية معايا عشان برضو ناشفة لسه. هحط شوية بشوية كده واعجن. اهي يا بنات كده خلصتها خالص اهي، طرية وناعمة كده وما بتلزقش في ايديا. احطها كده وادهنها بالزيت عشان ما تنشفش معايا وشها، واغطيها كده بفوطة وهسيبها نص ساعة لحد ما ارتاحت. ماشي يا بنات كده ارتاحت معايا. جبت بقى صينية كده وحطيت فيها بدهنة من الزيت برضو، وابتديت اقسم العجينة بتاعتي. قسمتها على 4، دول كيلو دقيق فقسمتها على 4 اهو كده يا بنات زي ما انتوا شايفينها كده. امسك كده واحده واحده كده واقفلها من تحت كويس واروح حطها على الصينيه. يقفليها كويس كده. وهم يا بنات برضو دهنت وشهم كده بالزيت علشان ما ينشفوش مني ويشققوا مني اهو. غطيتهم بقى بكيس كده وسبتهم برضو شويه يرتاحوا. اهم حاجه بقى في الفطير اللي انك تريحي العجينه. كل ما تريحي العجينه اكتر تفرد معاكي بسهوله، ما تاخدش وقت خالص في الفرد معاكي. ابتديت بقى جبت واحده من اللي انا عفوا حطيت بقى حبه رشه دقيق كده بس، وابتديت افرد بالمردانه كده اهو. وابتديت برضو بالعجله بقى، العجله دي سهله قوي اهو. دهن فردت بيها على طول كده. ما تفردهاش قوي، يعني احنا مش عايزينها خفيفه قوي، احنا بس بنفردها كده عشان نكمل بقية وصفتنا كده. ونشوف بقى الفرد ده. طريقة الفرد دي جميلة يا بنات، وممكن تعملي بيها ولا 50 فطيرة، مش هياخدوا منك وقت خالص. انا حاطة هنا زبدة بلدي على سمنة اللي هي العلب العادي دي، يعني عملت خليط كده وهدهن بيه. ادهني بقى باللي عندك بالموجود، زبدة سمنة براحتك خالص، بس يا ريت ما تحطيش زيت، الزيت بينشف الفطير يا بنات. فنعمل بايه؟ بسمنة او زبدة. بصوا بقى اهو. بصوا بقى على الطريقة كده. انا هعمل واحدة كمان معاكم وهتشوفوها. بعد ما فردتها حطيت عليها الزبدة بتاعتي، فردتها عليها وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. وابتديت جبت الحرف ده على الحرف ده واتني على فوق، واجيب الحرف ده على الحرف ده اهو، واتني على فوق، واجيب الحرف ده على الحرف ده اهو. مفيش اسهل من كده اهو. كل ده هيطلع بقى ايه اهو، جميل معاكي مورق كده وحلو قوي. برضو سبته يرتاح شوية علشان افرده وابتدي بقى اسوي يا بنات. سيبيه كده لحد ما يرتاح معاكي عشان يفرد معاكي بكل سهولة اهو. فرد خالص معايا. طاسة بقى عندك كده وروحي سوي فيها. حطيت معلقة من السمنة برضو تاني او الزبدة، وابتديت حطيت افرد معاكم واحدة تاني على بال ما التانية تستوي.
اهو يا بنات، فردتها كده شويه على بال ما ايه، واسيبها ترتاح شويه وارجع لها تاني اهو. بصوا اهو يا بنات على الطاسه كده وانت واقفه، ولا شغلت فرن بقى ولا اي حاجه. بصوا بيتنفخ كمان معايا اهو يا بنات. بصوا لونه تحفه. على طول وانت واقفه كده اقعدي قلبي فيه عشان ياخد اللون الذهبي الجميل ده. وتكوني محضره بقى صينيه جنبك كده، وروحي حاطه فيها وبرده كيس بلاستيك كده تغطيه بيها وفوقيها فوطه عشان يطلع معاكي طري وما ينشفش منك. ابتديت حطيت واحده كمان اهو يا بنات اهو. بس انا موطيه دي زبده، حطيت زبده كده على الوش عشان ايه يتحمر كويس. تكوني بس موطيه النار يستوي على نار هاديه عشان يستوي من جوه ومن بره كويس، مش تحرقيه بقى من بره وتلاقيه من جوه لسه ني. لا، وطي النار عليه وقلبي فيه كل شويه كده اهو لحد ما ياخد اللون الحلو ده ويستوي معاكي. بصوا انا كنت حاطه في صينيه اهو، حاطه فوقيه كيس بلاستيك وحاطه فوقيه فوطه، طالع طاري وجميل بجد تحفه اهو يا بنات. عملت 4 فطيرات كده من كيلو دقيق بس حاجه كده اخر جميل. بصوا طري ازاي، انا بتنيه قصادكم اهو عشان اوريكم ان هو طري مش ناشف اهو. يلا قولوا لي رايكم في ايه بقى ايه اهو يا بنات. انا هقطع معاكم برضو عشان تشوفوه مورق من جوه ازاي. بصوا